نيازك صغيرة وكبيرة في ماينكرافت، وتفجيرات قوية، وأكثر من 100 نوع TNT محذوف في ماينكرافت. ال TNT المسطحة الدائرية، شغلها وراح تخلي الأرض مسطحة بشكل دائري ومميز. ال TNT ضرب 35، ذي راح تفجر 35 ضعف من ال TNT العادية، وتفجيرها جدا قوي ومدمر. ذي ال TNT إذا شغلتها فهي راح تطلع مسافة 12 بلوكة وتنفجر، وانفجارها جدا كبير، وهي 95 ضعف عن ال TNT العادية. ودك تسوي الشكل ذا؟ كل اللي عليك تستخدم ذي TNT وراح تسوي الشكل ذا. ذي TNT الأسهم فجرها وراح تلاقي مليون سهم، وواضح ليش انحذفت هذه TNT عشان ما تسرق أسهم. بتلاقي موارد، فجر ذي TNT وراح تلاقي الموارد اللي تريدها وراح تصير مليونير حرفيا. TNT النارية، فجرها وراح تلاقي شكل النار ذا الدائري، وهي راح تنطفي مع مرور الوقت. مطر TNT المكثف، بكل بساطة فجر ذي TNT وراح تلاقي مطر TNT حرفيا. ذي TNT إذا فجرتها فهي راح تشمع لك المنطقة، وذي مفيدة في الهاردكور عشان الوحوش ما تترسبن. البيت ذا حرفيا انبنى بكبسة واحدة وباستخدام ذي TNT، وداخل البيت في أثاث يرفع له القبعة. استخدم ذي TNT وراح تسوي لك محيط صغير ويوجد فيه حبار، وسوت حفرة كبيرة تحت المحيط. TNT ضرب 25، فجرها وراح تنفجر 25 ضعف من TNT العادية. كوخ TNT، فجرت هذه TNT وانبنى لي كوخ، وحرفيا شكله كيوت وجميل، والأثاث اللي فيه موجود ومقبول. السنو TNT سوت لي ثلج بشكل دائري، والصراحة مش مفيدة. الترنيدو TNT فجرتها وجد صواعق قوية جدا، ومدتها كانت طويلة بس شكله كان خرافي. هذه TNT سوت لي حفرة طويلة عشان أجمع الموارد، بس طبعا في موارد تانية راحت بسبب الانفجار. بيت الكابلستون، وسويته بذي TNT، والأثاث الموجود فيه عادي جدا. مطر الرمل، فجرت ذي TNT، ولما انفجرت طلعت ساند بشكل خرافي، وجهاز راح فيها. فجرت هذه TNT ورسبنت بايوم النذر، والصراحة انخرشت لما القاس ترسبن. فجرت هذه TNT وغيرت الجراس للجليد، بس فيش حد راح يستخدمها لانها ما منها فايدة. TNT هذه استنسخت لي الارض، وحرفيا خلتها فوق في السماء. TNT ضرب 500، وذي لو كانت موجودة كانت حذفت عوالم كثيرة حرفيا. التفجير المنتظم، باستخدام ذي TNT قدرت اسوي ذا التفجير. TNT المؤقتة، حرفيا ذي TNT من أتفه TNT الموجودة معنا، بسبب إنها أخذت وقت طويل جدا، وبالأخير انفجرت معي انفجار سخيف وعلى الفاضي. السماء تمطر من النيازك الصغيرة، واستخدام ذي TNT الخرافية والمميزة، والحمد لله إن ذي TNT مش موجودة في ماينكرافت. هل تعرفون وش تسوي ذي TNT؟ ترسبن لي جميع أنواع الزومبي حرفيا والموجودة في اللعبة، من كبيرهم لأصغرهم. TNT الفوضوية، شغلتها وجابت لي كل بلوكات اللعبة في مكان واحد، والصراحة كان شكلها مميز، صراحة حبيتها لأنه كان شكلها خرافي. فجرت هذه TNT وطلعت صوت غريب لما انفجرت، صراحة لما فجرتها نطيت من الكرسي، والهيرو براين يقول لكم حطوا لايك واشتراك ولا راح يطلع لكم من الشاشة حرفيا. مطر الجرافل، ذي TNT نفس فكرة TNT الرمل، بس الجرافل ايتم مفيد ويستاهل. شفت كل ذول الحيوانات قدرت اجيبهم باستخدام TNT ذي، وطبعا صارت حرب عالمية 7 بين الحيوانات والاعداء، بين الايرون جولم والفينديجيتور والشلة الطيبة، وهي مش طيبة هي شريرة. فجرت هذه TNT وكانت تفجيرات كثيرة جدا، بسبب انها استنسخت نفسها، وتعتبر من اقوى المتفجرات الموجودة معنا في ذا الفيديو. TNT ذي تحول الليل للنهار، والصراحة ما منها فايدة لانه اقدر استخدم الاوامر وخلص. شفت سلسلة الكهوف العملاقة هذه تكونت بسبب TNT ذي، وراح تفيدك TNT ذي في السرفايفل تجميع الموارد. من لون هذه TNT تعرفون ان راح تصير كارثة، وهي اثار النووي لما انفجرت، ولما رحت عند الاشعاع جاني افكت الاشعاع النووي. هذه TNT رسبنت لي 20 ايرون جولم، وراح تفيدني في الهاردكور عشان احمي القرويين. شفتوا الغابة المصغرة هذه؟ سويتها عن طريق ذي TNT. فجرت TNT ذي ورسبنت لي عمال، ولكن معهم ديناميت، وحرفيا هم راح يغزون العالم قريبا.
مطر البطيخ والشمام. هذه ال TNT راح تجيب لك اكل غير متناهي من البطيخ والقرع. الاوبسيديان TNT سوت لي شكل دائري من الاوبسيديان وما في شيء مميز الصراحة. فجرت ذي ال TNT ورسمت لي اكثر من TNT عادية وانفجروا انفجارات عادية. النيزك نزل وخلف آثار لا تعد ولا تحصى، سوى أكبر الحفر الموجودة. ولما استخدمت هذه TNT نزل النيزك ودمر كل شيء حرفيا. أشكر ماينكرافت بعدم إضافة هذه TNT، لأن كانت راح تنمسح عوالم حرفيا كاملة بسبب دي TNT. هذه TNT تحول النهار إلى ليل، بس تافهة زي هذيك. النيازك حرفيا اكلوا العالم ودمروه، والTNT هذه هي اللي تطوعت بالسالفة ذي. شغلت هذه الTNT وسوت لي اشكال رهيبة، وانا راح اسميها الTNT المتلوقبة، وانفجاراتها جدا قوية. احنا بنعرف ان في محيط من المي، بس هل سمعت محيط من اللافا؟ فالTNT ذي استلمت المهمة وسوت المحيط اللافي، محيط كامل من اللافا، بس ما راح تلاقي عليه كائنات لانه منطقيا مفوش كائنات. من شكل هذه TNT مش ناوية على خير، فجرتها ودمرت المنطقة، والاشعاع النووي ما قصر، حتى انا رحت هناك وجاني ذا الافكت. TNT ترامبولين، كل ما تنط راح تتكاثر حرفيا، بعدها راح تنفجر وراح تأثر في المنطقة من الانفجارات القوية. TNT سلايم، حرفيا راح تتحرك مثل السلايم، بعدها راح تنفجر، ولكن الانفجار ليس قوي. TNT فيك، حرفيا تقدر تستخدمها مع الأصدقاء وقت المقالب، وحرفيا راح تكون خرافية ولكن لم تنضاف للعبة. TNT النووي، ولما تنفجر في الأرض راح تكون انفجار بسيط، وذا الشيء غير منطقي. فجر هذه TNT وراح ترسم لك جميع أنواع الريدستون في اللعبة، حرفيا هاي راح تفيدنا في السرفايفل. TNT ذي لو فجرتها فيه راح تاخذ وقت طويل جدا، وبالاخير ما راح تنفجر، لان ذي TNT اصلا من المقالب وبس. انعدام الفيزياء في ماينكرافت، وهي باستخدام TNT ذي راح تخلي كل البلوكات تطير حرفيا. الفيزياء غير منطقية في اللعبة، وانا احكيها المرة المليون، ماينكرافت لعبة غبية جدا. هذه TNT معروف ليش انحذفت، لان حرفيا اذا شغلتها راح ترسم لك موارد كثيرة، وراح تكون خرافية لو هي موجودة، وراح تصير من اغنى الاشخاص في السيرفر لو هي موجودة حرفيا. فجرت TNT ذي وسوت لي مزرعة من النباتات، بس ما راح تستفاد شيء ثاني. الجولد TNT شغلتها وسوت لي مكعب بلوكات جولد خرافي، وراح تصير رجل معاك ذهب. TNT ضرب 50 من TNT العادية، وفجرت انفجارات عادية. TNT التدريبية شغلتها وسوت لي لاين طويل حرفيا عشان اسوي سباق للأحصنة حقتي، واختبر مين اسرع واحد عشان اسوقه، والحصان يقول لكم حطوا لايك واشتراك. مطر من الكونكريت الملون باستخدام TNT ذي، والصراحة سويتها اكثر من مرة لانها ممتعة حرفيا. ذي TNT تنفجر بشكل جزئي لحد ما تنفجر انفجار كبير وتحدث حفرة كبيرة جدا. فكرة هذه TNT انها تنزل صواريخ حرفيا من السماء، وسوت دمار خرافي حرفيا، وسوت مشاكل في العالم. ما انصحك انك تستخدمها لو نزلت المود. ذي TNT كل ما اشغلها تتكاثر لحد ما صارت الكمية كبيرة، وجبت TNT عادية وانفجروا كلهم. الاكس راي الحلال، وكذا اسم TNT. فشغلتها وشفت كل الموارد حرفيا، ولو انضافت ذي TNT كانت ماينكرافت لعبة خرافية جدا، وكنا راح نصير اشخاص اغنياء بسبب ذي TNT بدون استخدام موارد الغش. TNT ذي تنفجر بسرعة وبس. TNT هذه اذا فجرتها راح تطلع لك حلاوة، بس الصراحة ذقتها وما كانت زاكية. الدريب ستون TNT من اسمها راح تطلع لك دريب ستون وبس. ذي اذا فجرتها فيه راح تنفجر على شكل دائرة مميز. TNT الوردنية فجرها وراح ترسم لك الوردن فجأة، واتمنى انك تهرب بسرعة. جبت عالم الاند الى العالم العادي، وباستخدام ذي TNT راح ترسم لك الاندرمان وحركات وبركات. فجرت هذه TNT ورسمت خلية نحل بالكامل، والصراحة جهازي ما تحمل الخلية ذي وندمر. وش ذي الزلازل القوية؟ يا رب نعيش بس صح. كيف؟ هل في زلازل في ماينكرافت؟ يب صح. فإذا فجرت TNT ذي وراح تسوي زلازل قوية جدا، وراح تسوي تشققات وعلامة إكس هون خرافية كثير. هل يوجد نيزك ثلجي في ماينكرافت؟ اوف
بس ايش هذا الانفجار؟ كله انفجار من النيزك الثلجي. اوه ماي جاد. سويت القلعة المهجورة ذي واستخدام ذي TNT الخرافية. هذه TNT شغلتها واستنسخت نفسها وصاروا ينطوا، وكرر العملية ذي أكثر من مرة لحد ما سووا حفرة كبيرة. وفكرة ذي TNT مميزة وحلوة. نزول نيزك الهدايا وفجر الدنيا، وحرفيا ذي TNT تقول لك هذه أجمل هدايا، تفجيرات للصبح. تحتاج كهف زي ذا في اللعبة، استخدم ذي TNT وخلص راح تستلم ذي المهمة. لو استخدمت هذه TNT فراح ترسب لك ذي الأشياء، وكل ما أنت تتحرك راح تظل تلاحقك حرفيا. حتى أنا كنت أحاول أقتل نفسي بس للأسف ما ضبط، حتى غيرت العالم. هبوط النيزك الثلجي العملاق، حرفيا ذا النيزك فعلته بالTNT ذي والأضرار اللي سواها خرافية حرفيا. هذه TNT فكرتها تافهة جدا، وإذا فجرتها فهي راح تسوي لك قوس قزح وصوف باللون الأخضر. الله وش ذي الزلازل الخرافية، ذا أقوى من الماضي. بس لحظة، أنا استخدمت TNT ذي وصار زلزال أقوى من ذاك بمراحل، والزلزال يقول حطوا لايك واشتراك. ذي TNT طلعت قطعة الأرض ذي فوق السماء. هذه TNT أقوى TNT في الفيديو حرفيا، وصل للدبل سليت. فكرة TNT ذي إنها تنفجر أكثر من مرة بالتدريج لما وصلت للبلوكة الدبل سليت. السلايم TNT بس كل ما تنط واحدة راح تنفجر وراها. بس لو انها موجودة في ماينكرافت وش كان راح يصير؟ TNT بركان، حرفيا سوت صخور نارية للصبح، وانا احس نفسي في حصة علوم ارض مش في ماينكرافت. اكبر نيزك في ماينكرافت حرفيا نزل ودمر الارض كلها، وفاز معنا باقوى نيزك في التاريخ واقوى تفجير في لعبة ماينكرافت. رسميا اسحب كلامي، ولكن هذه TNT هي اللي فازت في اقوى TNT في الفيديو. حجم الدمار خرافي، حتى اقوى من النيزك الماضي حرفيا. شغلت هذه TNT وفجرت كل شيء حرفيا لانها تتكاثر وتفجر. TNT هذه سوت انفجار مميز وجميل. اكبر TNT عادية موجودة ولكن حذفت لانها سببت دمار قوي. هذه TNT رمت مئات الخنازير ولكن ما حبيتها لأن الخنازير حرام. ذي TNT صارت تجيب TNT من عندها وسوت دمار قوي وسميتها TNT المتشقلبة والمدمرة. نزول الصاروخ القوي فجر كل شيء حرفيا، وهو أخذ وقت معي لما انفجر وسبب دمار هائل. وشباب لا تنسون اللايك والاشتراك.